كرة القدم تغيرت خلاص، خذ القوانين الجديدة اللي راح يتم تطبيقها ابتداء من كأس العالم 2026. أولاً رمية التماس، عد 5 ثواني، إذا الحكم شاف أن تنفيذ التماس تأخر أو فيه تضييع وقت يبدأ عدا بصرياً 5 ثواني، إذا ما لعبت الكرة راح تروح تماس إلى الفريق المنافس. رقم 2 ضربة المرمى، نفس الشيء، عندك 5 ثواني، إذا تأخرت ضربة المرمى بشكل مبالغ فيه الحكم راح يعيد 5 ثواني، إذا ما تم تنفيذها العقوبة راح تكون ركنية للفريق المنافس. رقم 3 وهو التبديل، عندك 10 ثواني، اللاعب المستبدل لازم يطلع من الملعب خلال 10 ثواني من ظهور لوحة التبديل أو إشارة الحكم، إذا تأخر يطلع عادي، لكن البديل ما راح يدخل إلا عند أول توقف بعد مرور دقيقة لعب. رقم 4 اللاعب المصاب، توقف اللعب راح يبقى خارج الملعب لمدة دقيقة، راح يستأنف اللعب بعد 60 ثانية قبل أنه هو يرجع، مع وجود استثناءات لبعض الحالات الخاصة. رقم 5 الفار راح يتوسع، صار ممكن للفار انه يتدخل في حالات اضافيه مثل الانذار الثاني الخاطئ، هل يؤدي الى طرد اللاعب او لا، تحديد اللاعب الخطا، الركنيه المحتسبه بالخطا، وذلك بشرط انه يكون التصحيح سريع وما يفسد انسيابيه المباراه. انا للامانه اشوف ان هذه هي القوانين وايد مهمه تسرع من رتم اللعب. انت اكتب لي رايك فيها، وما نشوف واحد من ربعك اللي ما راح يطبق ولا قانون منهم في لعب الحواري. سلام.